لا كنا افضل منهم على المستوى البدني، كنا تكتيكيا افضل منهم. للاسف تنقول حنا ضيعنا جوج نقاط، ولكن الحمد لله الاداء كان ممتاز. اول مباراه في كاس العالم، دونك هذا غيعطينا واحد الحافز كبير وتعطينا واحد الثقه اكثر. الدراري كانوا كلهم تبارك الله في المستوى اليوم، ولا واحد نقدروا نقولوا ما كانش في المستوى، لكن كلهم كانوا. الاداء الجماعي كان ممتاز، لا دفاعيا ولا حتى النواحي الهجوميه كذلك. بونو بداو به كان اليوم ممتاز، كالعاده ديما بونو في الفورما ديالو ديما تيعطينا ثقه اكثر. المستوى دفاعيا كنا مزيانين، كان شويه ديال بعض الاخطاء، خصوصا يارون شويه اللي كان عمل بعض الاخطاء، ولكن على العموم دار ماتش مزيان. على نصير مزراوي اليوم كان ممتاز، كان ما شاء الله عليه، ملي قرع ولا ولا ما شاء الله تيجري في اي بلاصه. وكان كان قدم ماتش كبير، لا في الكوتي ديفونسيف ولا حتى في الاوفونسيف. نفس الشيء بالنسبه للحكيمي. حكيمي اللي كان بزاف تيمشي بزاف قدام، يمكن الخطا اللي درنا حنا ما كناش نديروا ليه لا كوفرتور، حقاش فينيسيوس ديما كان تيبقى ما تيرجعش معاه، تيبقى غير فوا تياخذوا الكره تيلعبوها في كوتي غوش. دونك في البريمير ميطون دو اوكازيون، وحده سونترال كانت ماركا والاخرى ماركاها. هادشي اللي داروا تقريبا في الماتش كامل. لكن انا صراحه عجبني الميليو تيرانيوم كان مزيان، العناوي مع بوعدي ومع اناحي شويه. دوزيام ميطون يمكن نقص شويه. سايباري كذلك، رغم انه ماشي هذاك هو البوست ديالو، ولكن لعب اليوم ماتش كبير. بلال خنوس اليوم هو كان ممتاز. ابراهيم يمكن الشوط الاول كان مزيان، الشوط الثاني شويه نقص، وحتى لي شونجمون تبارك الله كانوا مزيانين وكانوا في المستوى. وكاع لي الدراري اللي دخلوا عطاو الاضافه ديالهم، لا مرابط لا ميموني لا شكون اللي دخل، صلاح الدين كذلك في الكوتي غوش. كاع الدراري دخلوا، رحيمي كذلك. دونك سيت هذا الماتش نبداو عليه ان شاء الله في المباريات الجايه، هذا يعطينا ثقه اكثر. واليوم عطينا اشارات كثيره كبيره للعالم كامل وكاع المنتخبات بان المغرب ما بقاش منتخب اللي يستهان به. المغرب جاي باش يدافع حتى هو على الحظوظ ديالو، ويحاول يمشي الى ابعد نقطه في هذا المونديال ان شاء الله. واحد الوقيته حنا شدينا الكره اكثر، الاستحواذ اليوم كان اكثر. يعني تخيل البرازيل حنا واخدين لهم الاستحواذ. دونك هنا كاينه لا كاليتي. وانا بغيت نهضر اكثر على بوعديت. ما شاء الله بوعدي بهذيك الثقه اللي تيلعب بها 18 عام، وبهذيك لا كونفيونس، وبهذيك قطع كواري بزاف، وما تيخافش، وتياخذ كره من عند لي ديفونسور، من عند لي غارديان، وكيفاش يلعب. ورغم تيكونوا عليه الضغط ما تيقدرش ما تياخذوش الكره، يعني تيلعب تحت الضغط بواحد الشكل ممتاز. دونك انا في اعتقادي هو نجم الماتش اليوم، رغم ان كلشي كانوا نجوم، ولكن هو كان بحكم انه يلاه جا وما تاقلمش دغيا. دونك كان في المستوى الكبير صراحه. بزاف الاخوان تيتسالوا علاش ما كنتش اليوم. انا كنت في المكسيك، يلاه جيت انا، يلاه وصلنا. محمد ساعدوني انه كان خصو يدير الماتش، مشى. انا ما قدرتش نمشي لحقاش ديجا كانت حط البروغرام قبل سايس وهذاك فيرناندينيو ومحمد ابو تريكه. دونك ان شاء الله في الماتشات الجايه نكونوا معكم ان شاء الله. اللي بغيت نقول هو ديما نتايقين في الفرقه ديالنا، ديما نشجعوهم، ديما ندعيو معاهم ان شاء الله. وانا متاكد بزاف بلا مع المدرب. وانا علاش شفت هذاك الشيء اللي شفت وهبي اليوم، عطانا بلا مدرب كبير، ومدرب تيفهم، ومدرب تيقرا الماتشات مزيان. من خلال حتى لي شونجمون اللي دار والقراءه اللي تيدير، الشونجمون كلهم كانوا ناجحين. اللي خرج خصو يخرج، واللي دخلوا عطاو الاضافه. دونك المدرب تعتمد على المجموعه، لانه لي شونجمون دار كاع لي شونجمون، دار 5 لي شونجمون. دونك هذا المدرب تيامن بالمجموعه ماشي على بال11 اللي تيلعبوا. وهذا الشيء هو اللي كان عندنا مشكل فيه، كنا تنلعبوا على 11 وما كانش عندنا البدلاء. دابا ولا عندنا البدلاء على كل المستويات، على الهجوم، في الوسط، في الدفاع. دونك ان شاء الله نتفائلوا دائما خير، وغادي نكونوا ان شاء الله في المستوى افضل في المباريات الجايه. بالرغم ان المباراه الاولى دائما تكون مباراه صعبه، وما مع منتخب اللي التاريخ ديالو بالشخصيه ديالو باللاعبين ديالو. دونك هادشي تا ما خصناش نساهم. لكن اللي عجبني انا هو انا حطيت واحد ستوري، درت برونوستيك.
انا الثقه اللي وصلوا ليها المغاربه كلهم ما كاين حتى شي واحد، تقريبا الالاف ديال البرونوستيك كلشي تيقول 2-1. ما كاينش اللي قليل اللي تيقول تعادل. دونك وصلنا لواحد المرحله بين المغاربه ما شاء الله ولاو تايقين في الفرقه ديالهم، وتايقين في هذاك الاداء، وتايقين بان هذه الفرقه هذه ومع هذا المدرب ومع المجموعه هذه غيمشيو معين في هذا المونديال هذا ان شاء الله. وان شاء الله غادي يكون على الخير ان شاء الله. دائما تفائلوا بالخير. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. مبروك علينا ماشي النتيجه ولكن حتى النتيجه، نقول مبروك علينا الاداء اولا، الاداء اللي صراحه كان اداء ممتع، واداء الواحد ملي تيشوف هذه الفرقه تتلعب تيفتخر بهذه الفرقه ديالو، تيفتخر بالبلاد ديالو. وخليكم ديما في وراء الفرقه ديالكم وراء المنتخب ديالكم، سواء في المغرب ولا خارج المغرب ولا اوروبا ولا حتى اللي مشاو لامريكا. دائما نتمنى باش يبقاو دائما دايرين يعني هذه الثقه في هذه الفرقه هذه، والحضور اللي كان دائما تيكون حضور قوي ما شاء الله. المغاربه فيما مشاو منورين ودائما رافعين الراس، لا الفرقه ترفع الراس ولا الجمهور حتى هو تيرفع الراس. دونك المغاربه الحمد لله، اللي مغربي خصو يفتخر بيكون دائما مغربي، الحمد لله على كل شيء. دونك هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم اليوم. دونك نكون معكم ان شاء الله في الماتش الجاي، وغيكون عندنا بزاف ديال الحديث ان شاء الله. نبقاو ندوزو في اللايفات، نبقاو نهضروا شويه على الماتشات وعلى المنتخب وعلى يعني الجديد اللي تيغيكون ان شاء الله في الفريق الوطني ان شاء الله. نتمنى لكم الخير ديما، المغرب ديما